أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن أكتر 3 حاجات بنستخدمها في فلاتر: الليست فيو والليست فيو دوت بيلدر والليست فيو دوت سيبريتد، وهنقول إيه الفرق بينهم بأمثلة عملية. فهنبدأ بالليست فيو. بالنسبة للليست فيو إمتى نستخدمها؟ نستخدمها لما تكون العناصر اللي معانا قليلة أو ستاتيك ثابتة، زي مثلا في البروفايل أو في الدرور. دي بيبقى العناصر بتاعتنا معروفة وثابتة، فنستخدم هنا الليست فيو لان هي بترندر كل الداتا مرة واحدة. فطبعا مع الداتا او العناصر الكتير جدا بتبوظ البرفورمانس والكفاءة، وبيبقى بتاخد حجم كبير جدا من الكاش بتاع الميموري، فما تفضلش مع الداتا الكتير. وهو كل اللي بتحتاجه يعني هي بتاخد الريكوايرد بتاعها children من الويدجتس. تاني حاجة معانا الليست فيو دوت بيلدر. دي تفضل مع الداتا الكتير، خاصة اللي جاية مثلا من الاي بي اي. فالداتا الكتير بنستخدم فيها الليست فيو دوت بيلدر. هي بتحتاج الايتم كاونت، بنديلها اللينس بتاع الداتا، والايتم بيلدر. فده بيعمل حاجة اسمها ليزي لودينج، بمعنى دلوقتي هي جايبة 8 برودكت، فلما هتيجي تحمل كده تحمل في الكاش جديد، لكن هي اوريدي محمله اللي السكرين شايفاه بس. فدي الليست فيو دوت بيلدر، فهي كفاءتها عاليه ودايناميك وبتعمل ليزي لود للداتا. طب الليست فيو دوت سيبريتد، تالت حاجه. الفرق بينها وبين الليست فيو دوت بيلدر اللي هي بيبقى معاها سيبريتور بيلدر. السيبريتور بيلدر ده ممكن يكون ويدجت. فهنا مثلا مستخدم سايزد بوكس، ممكن يكون عبارة عن ديفايدر، ممكن هو بيختلف، هو بيعمل شكل، لكن هو من ناحية الكفاءة من ناحية كل حاجة هو زي الليست فيو دوت بيلدر بالظبط. يعني هنا هي بتاخد السايز بوكس او الويدجت عامة بتاعت السيبريتور. طب هنا الليست فيو دوت بيلدر لو جينا وخلينا مثلا دي زيرو، وخلينا الاليفيشن بتاعها زيرو، هي كده شكلها عامل هوت ريلود. دلوقتي المساحة اللي موجودة بتاعة الستايل، مش بتاعة الليست فيو نفسها، لكن هنا المسافة الموجودة بتاعة الديفايدر، المسافة الموجودة بتاعة السايزد بوكس، فهي هنا دي ريكوايرد معاها. طب في حاجة تانية مميزة بالنسبة للبيلدر او السيبريتد، وهي حاجه اسمها الكاش اكستنت. الكاش اكستنت دي وليكن انا عندي 1000 ايتم، انا جايب من الاي بي ايز 1000 ايتم، ف وعايز احمل منهم 200. هي عامه عباره عن ايه الداتا؟ هي دلوقتي محمله 8 اليمنت، لا هي كده محمله 200 اليمنت، بحيث ان انا لو عملت سكرول سريع سكرول سريع هي مش هتلود معايا لحد 200. طب من بعد 200 هتبدأ تلود، هيبدأ ليزي لودنج يشتغل. بس كل ما الكاش اكستنت يزيد كل ما البرفورمانس يقل، لان كده يعني بنقرب لعدد كبير، كده كده بيجيب حجم كبير، بيرندر عدد كبير، فده غلط، فالبرفورمانس كده بيقل. لكن لو من غير الكاش اكستنت، ده معناه ان اللي موجود في السكرينه بس هو اللي متحمل. فهي دي ميزه الليست فيو دوت بيلدر. فهنعمل كده مقارنة سريعة بينهم. هنا الليست فيو ستاتيك سمول ليست، والليست فيو بيلدر والسيبريتد دايناميك ولللارجست ليست. والميزة السيبريتد ان هي بتاخد سيبريتورز. طيب البرفورمانس دي لو الليست فيو لان هي بترندر كله، لكن بالنسبة للبيلدر والسيبريتد هي هاي لانها ليزي لودنج. الايز اوف يوز هم كلهم سهلين، يعني زي ما شفنا في الاكزامبلز. بالنسبه للليست فيو هي شويه ويدجتس عادي. بالنسبه للليست فيو بيلدر هي بتاخد ايتم بيلدر، وبعد كده بتظبط
اللي انت عايز تعرضه. وبالنسبة للسيبريتد هي بتاخد بس السيبريتور بيلدر والايتم بيلدر، وطبعا الايتم كاونت ريكوايرد معانا. فهنا حتى الريكواير ديت الويدجت ايتم كاونت وايتم بيلدر. الايتم كاونت والايتم بيلدر والسيبريتور بيلدر تستخدم في ايه يعني؟ هي بيست فور الحاجات الثابته، منيو يكون مثلا بروفايل درور، سيتنج خفيفه، حاجات اللي زي كده. بالنسبه للليست فيو بيلدر دي يعني للحاجات اللي جايه من الاي بي اي، اللي هي الحاجات الكتير. طب بالنسبة للسيبريتد هي برضو الحاجات الكتير، وكمان كاستمايز كونتاكت مثلا، السيتنجز الكبيرة، الحاجات اللي ممكن اعمل فيها حاجات كاستمايز. لو عجبكم المحتوى تابعوني عشان تشوفوا كل جديد.